نيهاي، هنطلع الطاجن من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبتيني خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش حرماكي من حاجه اهو. أيوة. نيهاو نيهاو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله. ادي الطاجن اهو. يا ابويا يطلع يبقى زي الفل. سيبي فيه شويه صوص كده حلوين عشان لما تعملوا جنبه شويه رز للعيال تاخدي منه كده وتاكلي بالف هنا وشفا. ما تنشفيهوش قوي عشان كده لما تعملي جنبه شويه هو ده يتاكل جنبه رز. اي نوع رز تحبيه بس يتاكل جنبه رز بالف هنا وشفا على قلب اللي هياكل. الرز مشترك وبيننا. انت بقى عندك الرز وانا عندي الطاجن. ناولين الخضار بقى. يا عمار. الو. شفتي يا عمار هنحط على الاكل الصيني عسل اسود وسكر مش عارفه ازاي. ازيك يا عمار؟ عاوزه ده ولا ده؟ كل الخضار. وانت عامله ايه يا ست غاليه؟ انا مبسوطه قوي يا عمار النهارده. ايه رايك انت بس كده في اللغه الصينيه والاكل الصيني؟ حلو يا ست غاليه. تسلم يا عمور تسلم. طب خدي تسلمي يا ست غاليه. ربنا يخليك يا قمر. بقول لك ايه، هتيجي في العيد تعمل معايا كحك وبسكويت ولا لا؟ ان شاء الله نشوف. كل اصحابك وحبايبك وقرايبك الاطفال الحلوين تعالوا معايا في العيد نقعد نعمل الكحك والبسكويت. ماشي. انت عارف انا كنت بغني بقول ايه في الكحك والبسكويت؟ يا كحك العيد يا احني. ها؟ يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت. يا هلال رمضان. نور لا ماشي بقى. ان شاء الله تبقى معانا. ابعت لي على الفيسبوك على الخاص رقمك واحنا نجيلك. ماشي. سلام يا قمر. سلام. قولي لنا بقى يا استاذه دي معلقه الصويا صوص. صويا صوص موجوده في اي مكان. هي دي اللي بتخلي الاكل صيني. يعني اي اكل حتى انت عارفه الحواوشي لو عملت اللي هي اللحمه بالبصل وتعمليها في عجين او عيش لو حطيت لها شويه من دول هتبقى اكله صيني. طب هو اللي بيميز الاكل الصيني الصويا صوص. الصويا صوص تقريبا اسيا كلها بتحب الصويا. معلقه اهي صغيره خالص. طب العسل بقى؟ العسل عشان يعمل عمليه التوازن. اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي في نظريه عندهم هقولها لك كده بالسريع اسمها يين يان اللي هي الازدواج اللي هي عمليه متساويه التوازن. مش اللي هي الازواج يعني في سالب في موجب في فوق في تحت في كده في حادق في حلو. ايوه بالظبط. التضاد يعني فالتضاد ده بيعمل توازن. فالاكل بيستخدموها في الطب في الهندسه. طيب واللي ما عندوش صويا صوص بقى وعاوز يعمل اكله صيني زي بتاعتك كده موفره والخضار عندي في الثلاجه؟ ما هي دي مش غاليه يعني. هي مش غاليه عادي يعملوا كده برضو ويزود الجنزبيل بتاعه شويه وخلاص. وخضار برضو العسل الاسود. وعارفه كمان في اكله نفس الاكله دي اللي هو عارفه السمبوسه. لو جبنا الكرنب والجزر يعني الاكله الصيني دي اي حاجه فاضيه اي حاجه عندك في الثلاجه وناس ما بيكلفوش. ممكن كوسه ممكن حاجات من دي معلقه ممكن بدل الخضار ده ممكن. دي بقى العسل الاسود اللي هي عمليه التوازن. زي ما حطينا ملح حطينا مسكر. وبعد كده لو احنا عايزينه يعني مربوط يعني انت بتقولي كده المصطلحات بتاعتك الحلوه دي. انت عاوزه تربطي.